عارف اللحظة اللي بتحس فيها إنك شفت حاجة قبل كده؟ أو المكان ده كأنك كنت فيه بس أنت متأكد إنك ما رحتوش قبل كده؟ أو اللحظة اللي بتحلف فيها إنك فاكر موقف معين حصل وبعدين تكتشف إن مفيش حاجة من اللي في دماغك حصلت فعلا؟ ولا لما تبص على ساعة وتلاقي الوقت بيجري وساعات تانية تحس إنه واقف؟ كل ده مش صدفة. اللي بيحصل جوه دماغك أعقد من أي حاجة تتخيلها. الدماغ بيخدعك، بيخدعك كل يوم، وبيخليك تصدق حاجات وتحس بحاجات هي أصلا مش حقيقية. في الفيديو ده إحنا مش بس هنفهم إزاي، إحنا هنغوص جوه أعمق جزء فينا، العقل. استعد، لأنك مش هتبص لنفسك بعد الفيديو ده بنفس الطريقة. الديتشافو، ديجافيو، ظاهرة غريبة جدا. بتحس إنك شفت الموقف ده قبل كده، نفس الأشخاص، نفس المكان، نفس التفاصيل. بس إزاي وإنت متأكد مليون في المية إنك عمرك ما عشت اللحظة دي؟ العلماء لحد دلوقتي مش متفقين على سبب واحد، بس في نظريات كتير. أهمهم النظرية العصبية، لحظة خلل بسيط في التوقيت بين الفص الأيمن والفص الأيسر في المخ. يعني المعلومة بتدخل نص دماغك قبل التاني بجزء من التانية، فتحس إنك شفتها قبل كده. ذاكرة قصيرة المدى تتحول فجأة لطويلة، يعني أنت بتخزن المعلومة في المكان الغلط في دماغك فتفتكرها كأنها ذكرى قديمة. والأغرب، في ناس بيقولوا إن الديجافو دليل إننا عشناه في حياة تانية، حلم، روح رجعت، ولا تكرار لواقع بيحصل أكتر من مرة. محدش عارف، بس الأكيد إن دماغك هو اللي بيصنع الإحساس ده. الذاكرة فاكرينها كاميرا؟ الحقيقة لأ، دي أقرب لمنتج أفلام. كل مرة بتفتكر حاجة، أنت مش بتفتكر اللحظة، أنت بتفتكر آخر مرة افتكرتها فيها. يعني كل مرة بتفتكر بتغير في الذكرى وأنت مش واخد بالك. في تجربة شهيرة جدا، باحثة اسمها إليزابيث لوفتس، خلت ناس يشوفوا فيديو لحادثة عربية وبعدين سألتهم العربية خبطت ولا دخلت في التانية؟ بمجرد تغيير الكلمة الناس بدأت توصف الحادثة بطريقة مختلفة. يعني مجرد صياغة السؤال غيرت ذكرياتهم. في ناس بيحلفوا إنهم فاكرين موقف معين بالتفصيل، بس لو جبت شهود تانيين أو فيديو تكتشف إن نص اللي قالوه اختراعات، مش كذب، بس دماغهم فعلا اخترع التفاصيل علشان يقفل الصورة. ساعات بيعدي يوم كامل وتحس إنه طار، وساعات تانية نص ساعة تحسها 10 سنين. ليه؟ الدماغ بيقيس الوقت بناء على الذكريات الجديدة. يعني لما تعمل حاجة جديدة وممتعة دماغك يخزن تفاصيل كتير، فتحس إن الوقت عدى بسرعة، بس لما تفتكره تحسه كان مليان. ولو اليوم كله روتين دماغك ما يسجلش حاجة تقريبا، فتحسه طويل وانت فيه بس فاضي وانت بتفتكره. عشان كده السجن بيعدي ببطء، والرحلة الحلوة بتخلص في رمشة عين. شفت قبل كده صورة متحركة وهي أصلا ثابتة؟ أو ألوان بتتغير قدامك وهي مش بتتغير فعلا؟ ده لأن دماغك بيكمل الصورة أو بيحاول يفهمها بسرعة فبيفسرها غلط. الدماغ مش بيشوف الحقيقة، هو بيترجمها. جرب تمشي في مراية قديمة، ليه بتحس إن وشك متغير؟ ده اسمه waking dream. دماغك بيبدأ يهلوس وانت مش واخد بالك. انت فاكر إنك بتختار قراراتك، في الحقيقة دماغك بيجهز القرار وانت بس بتحس إنك اخترت. في تجربة اتعملت، ركبوا على دماغ ناس أجهزة وشافوا إشارات الاختيار في المخ. الإشارة جات قبل ما الشخص يقول قراره بثواني. يعني دماغك اختار وبعدين انت حسيت انك اخترت. الدماغ بيكره الفراغ فبيربط أي حاجتين ببعض حتى لو ملهمش علاقة. عشان كده لما تسمع خبطتين تفكر إن في حد بيخبط، مش مجرد صدفة. ولما تلاقي صورة غريبة تحاول تفسرها على إنها وش بني آدم، ده اسمه باريدوليا، وهم إنك شايف وجوه أو نماذج في حاجات عشوائية. عشان كده الناس بتشوف وشوش في السحاب أو وش شيطان في جدار. اللي عرفناه النهاردة بسيط من اللي بيحصل جوه دماغك كل ثانية. الذاكرة ممكن تكون كذبة، الواقع ممكن يبقى وهم، العين مش دايما بتشوف صح، والزمن مجرد إحساس. بس ده مش عيب، ده جزء من روعة العقل البشري. عقل بيحاول يفهم ويفسر ويعيش حتى لو اضطر يكذب عليك. وعشان كده لازم دايما تسأل، هو اللي شايفه حقيقي ولا دماغي بس بيحاول يطمني؟ لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة علشان توصلك كل الحلقات الجاية اللي هتخليك تبص على نفسك والعالم بطريقة مختلفة تماما.